بالأمس وقفنا عند بعض الروايات التي تكلمت في بيان مصاديق الخلفاء من بعد أو الخلفاء 12. طبعا هذا ليس بحثي ولا أريد أن أقف عنده الآن لأن له محل آخر، لأنه من أبحاث علم الكلام، ولكنه من باب الإثارة. أنا أردت أن أثير هذه المسألة حتى أن الأعزة واقعا يتهيئون من الناحية العلمية للبحث والوقوف عند هذه المسائل. أنتم عندما ترجعون إلى البحار أعزائي في هذه المسألة، يعني المجلد السادس والثلاثين في المجلد 36 صفحة 192 أعزائي، هناك يوجد عنده باب في تاريخ أمير المؤمنين، الباب رقم 40، باب نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم وما نص به عليهم في الكتب السالفة وغيرها. في هذا الباب أعزائي يذكر صاحب البحار 22 رواية تحت عنوان نصوص الله عليهم من خبر اللوح والخواتيم. الشيخ محمد آصف محسني أعزائي، تعلمون بأنه الشيخ محمد آصف محسني في هذا الكتاب مشرعة بحار الأنوار يأخذ كل باب من هذه الأبواب، يعني أبواب البحار، بعد لا يتكلم بشكل تفصيلي، وإنما يقول هذا الباب فيه 40 رواية، افترض 5 روايات منها صحيحة السند، أو 200 رواية 10 روايات صحيحة السند، وهكذا. هنا عندما يأتي في المجلد الثاني أعزائي في هذه المسألة صفحة 91 صفحة 90 يقول الباب 40 نصوص الله عليهم. أقول في الباب 22 رواية من مصادر متعددة وليس فيها سند معتبر، وليس فيها سند معتبر. هسه تقول سيدنا من باب جمع القرائن، أقول ذاك بحث آخر. عندنا نتكلم الآن ماذا؟ نتكلم في البحث السندي، يعني على منهج من يعتقد أن السند هو المعيار، كما مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه. الآن جمع القرائن بعد ذاك يكون ماذا؟ يكون بحث آخر لا علاقة له بالبحث السندي أعزائي، التفتوا لي. لكن الرواية الثالثة من هذا الباب يحاول بطريق أو بآخر يصحح، التفتوا جيدا. ثم يأتي في صفحة 91 من الكتاب أعزائي، هذه غدا إذا واحد أخرجها على قناة من القنوات لتضعيف مدرسة أهل البيت، لابد جنابك عندك جواب إليهن، هذه موجودة الآن في كتبنا، إذا لابد أن تتهيئوا من الناحية العلمية. في صفحة 91 يقول وأما الاستدلال، التفتوا لي جيدا أعزائي، وأما الاستدلال بنصوص الخاصة على إمامة كل إمام من النبي الأكرم، يعني أن النبي نص على إمامة السجاد، على إمامة الباقر، على إمامة الصادق، أو من الإمام السابق، يعني نص الإمام السابق على الإمام اللاحق. وأما الاستدلال بنصوص الخاصة فغير تام لعدم بلوغها حد الاطمئنان، فضلا عن التواتر الذي يفيد ماذا؟
يفيد القطع. نعم قد توجد بعض رواية روايتين ثلاث، ولكن هذه أخبار آحاد، وقد ذكروا في محله أن أخبار الآحاد يمكن الاستناد إليها في العقائد، وخصوصا على مستوى بحث الإمامة، أو لا يمكن. نعم هسه قد يستند إلى بحث أخبار الآحاد في الأمور الجزئية أو في الفروع أو في المسائل الثانوية في العقائد، أما في أصول الاعتقادات لا يمكن الاعتماد على أخبار الآحاد، غير تام لعدم بلوغها حد الاطمئنان، فضلا عن إيجابها القاطع بصدورها.